السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. انتوا وحشتوني كتير 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 من اخر فيديو انا نزلته معاكم. طمنوني عليكم، عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ انا النهاردة راجعه لكم فيديو جديد وروتين جميل كده. بس قبل ما ندخل في الفيديو هنصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا حبايب قلبي كلنا نصلي على الحبيب المصطفى ونستغفر الله. بصي زوري كده واجعني قوي قوي اليومين دول. يعني انا وولادي زورنا كده، الحمد لله كلنا زورنا واجعنا انا والعيال في البيت، مخلينا مش قادرين حتى نتكلم. والله العظيم يعني من وجع الزور اللي احنا فيه. ربنا يعافينا يا رب ويبعد عننا البرد دوت. انا حابه ارحب بالناس الجديده اللي دخلت لي القناه. متشكره لكم جدا 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 جدا، نورتوني وكترتوني وعلى راسي. شرف ليا وجودكم في القناة، على راسي والله العظيم، بجد شرف ليا بجد بجد بجد. انا مش قادرة اقول لكم انا بفرح قد ايه بتعليقاتكم الجميلة وكلامكم الجميل. ربنا يخليكم ليا يا رب وما تحرمش منكم ابدا ولا تتحرموا مني. ويا ربنا يديمكم كده عليا نعمة في حياتي، عشان انتوا بجد ناس جميلة. الحمد لله الحمد لله والله العظيم. انا بدعي ان ربنا يرزقني في القناة ديت بمشتركين تكون ناس كويسة. يعني اهم حاجة عندي يكونوا ناس صحبة كده، تكون صحبة واخوات كويسين بجد. صرف النظر عن اي حاجة تانية هحطها على جنب. بس والله العظيم انا بدعي في صلاتي ان ربنا يرزقني بناس تكون محترمة وناس كويسة. والحمد لله الحمد لله لغاية دلوقتي انا معايا ناس كويسة جدا ومحترمة، وكلامكم جميل بيفرحني وبيسعدني بصراحة. وعايزة يعني أشكركم كتير، شكر كتير قوي قوي على كل كلمة انتوا بتكتبوها لي. وكل حد بيكتب لي انا بحبك يا هبة، والله العظيم انا بحبكم انا رخرة اضعاف اضعاف الحب دوت. انا معرفكوش وما شفتكوش، بس انا بحبكم في الله زي انتوا ما بتحبوني في الله. في كم اخت عندي في القناة كده متابعة يكتبوا لي بحبك في الله يا هبة. والله العظيم بجد وانا كمان بحبكم في الله. يعني بحبكم بجد بجد يعني اضعاف ما انتم ما بتحبوني كده. ربنا يخليكم ليا يا رب وما تحرمش منكم ابدا ابدا ابدا. دخلنا بقى على الروتين. بصوا نشرت الغسيل، في ناس بتحب معايا في القناة والله العظيم بتسعدوني بكلامكم وحياة ربنا بجد. يعني بيقولوا لي احنا بنحب فقرة النشير جدا والله العظيم. بصوا انا اللي هو يعني انا ده الطبيعي بتاعي ان انا يعني ببدأ بالغسيل. ففي فيديوهات ما نزلتش فقرة الغسيل في الأول، لقيتهم يعني في ناس لقيتها زعلت بتقول لي احنا بنحب فقرة النشير وفقرة ان انت يعني الفقرة ديت بتاعت الغسيل. اهي حطيتها لكم يا حبايب قلبي، انتوا تأمروني كده امر وانا انفذ. ربنا يخليكم ليا يا رب وما تحرمش منكم ابدا ابدا ابدا. بصوا دخلت هنا كنتوا شايفين بقى طبعا المنظر اللي الاستاذ عمرو عاملهولي في الاوضه عامل ازاي. هو هنا قاعد 24 ساعة، يعني ينزل الدرس ويطلع يقعد هنا، يروح المدرسة ويجي يقعد هنا. عامل لك كنبة سرير، يا ابني يا حبيبي خش اقعد في سريرك. ماشي يا ماما. طبعا انا دخلت وانا داخله انشر يلا يا عمرو قوم عشان هاجي اروق الاوضه هنا وهعمل روتين وكده. حاضر يا ماما هقوم. يا ابني قوم هشغل الكاميرا، يلا حاضر يا ماما هقوم، وما بيقومش. رحت قلت له لا خليك بقى انت قاعد كده، والله لا انا حاطه الكاميرا. لما حطيت الكاميرا وشغلت راح والله راح قام جري خد البطانية بتاعته وراح جاي يقول لي ماما انت جايه بتضايقيني ليه يا ماما؟ فضل بقى يكلمني ان هو متضايق، يعني انت جايه تضايقيني ليه يا ماما؟ اقول له هي اوضتك، ما تروح تقعد في اوضتك واقعد في سريرك. يعني انا مش قادره اقول لكم هو عامل لي ايه في الاوضه. والله العظيم هو كل حاجه. يعني بصوا حاطط لي فيها الكتب، وحاطط فيها الاكل اللي بياكله والشرب اللي بيشربه، كل حاجه حاططها لي. انا بقول له هي ناقصها بس الحمام متهيألي يا عمرو. يعني انا متهيألي ناقصها الحمام، اجيب لك الحمام هنا جنب الكنبه راخر. يقول لي يا ريت يا ماما تفتحي لي كده فتحه على على الحمام على طول. ربنا يخليه يا رب ويعيش ويوسخ ويعيش ويبهدل وانا انضف واعمل. بس ما قاعد بقى كده هوت. طب قوم يا حبيبي، لا مش عايزه اقوم خلاص. رحت بقى اتضايق هو من موقفي ان انا حطيت الكاميرا يعني.
يلا ما انتوا حبايبي مش غربة عننا، يعني انتوا الناس مش غريبة، انتوا كل اللي في القناة اخواتي وحبايبي، وانا مش بخبي عليكم حاجة. انا بظهر يومي معاكم، يعني ايه بكل ما فيه، والله العظيم ما بداري حاجة ولا بلم ب... يعني بقص حاجة ولا اي حاجة، زي ما بحط الكاميرا زي ما بطلع، بس بعمل كل حاجة، مش بخبي اي حاجة خالص. بصوا مسكت بقى نضفت نفضته حتة حتة الانتريه دوت، لان طبعا لقيت بذر برتقان يوستفندي، قصدي بذر يوستفندي مبهدل لي الدنيا ببذر اليوستفندي. رحت مسكته بصراحة، رحت منفضاه تنفيضة حلوة قوي قوي، يعني نفضته كان برضو لابد من الترابة الناعمة، ما تقولوش لا ما فيهوش، لا بيبقى فيه ترابة برضو ناعمة. والطقم دوت بصراحة طلع جميل والله العظيم بجد بجد. لو اقول لكم حميلي قد ايه الانتريه، يعني بصراحة محافظ لي عليه جامد اوي. الانتريه طبعا فاتح، يعني عندي الكنبتين فاتحين وكرسيين هما اللي غامقين، بس مش غامق قوي يعني بصراحة الكرسيين هما مش غامقين قوي برضو، يعني لو جت بقعة هتبان فيهم. بس انا طبعا موتي وسمي ان الانتريه بقى، موتي وسمي كده لما تقش ابدا. بصوا خدت بالكم من الصينية اللي شلتها، عاملها لي هنا هوت، يعني مش قادرة اقول لكم عاملها لي ازاي يا عمر. ربنا يهديه يا رب ويصلح حاله وينجحه. ادعوا له بقى يا حبايب قلبي، عشان خلاص داخل على الامتحانات، هيمتحن اللي هو خارج المجموع الاسبوع الجاي ان شاء الله. ربنا يوفق ولادنا يا رب ويكرمهم وكلهم ويطلعهم مجبورين الخاطر وينجحهم يا رب، يكتب لهم النجاح يا رب، يا رب يكبر بخاطرهم كلهم يا رب. ادعوا لهم بقى كده يا حبايب قلبي لكل ولادنا، ربنا يكرمهم بالنجاح والتوفيق كده ان شاء الله. وكل اللي بيتمنى حاجة ونفسه يحققها، وكل اللي بيحلم بحاجة ربنا يحقق لكل اللي هو عايزه يا رب. كل اللي بيتمنى حاجة ربنا يديها، وربنا يرزق كل مشتاق، وربنا عفوا يا حبايب قلبي، بس بجد زوري وجعني قوي. ربنا يرزق كل مشتاق يا رب، وي... وربنا يسهل لكل واحد هو عايز حاجة يا رب بحق جاه النبي، ويحقق كل أمنياته بحق السنة الجديدة اللي احنا داخلين عليها، والسنة 2023 اللي احنا بننتهي منها بقى، هي ماشية هي تمشي بخير وسلامة إن شاء الله، وتدخل علينا التانية 2024 بصحة وسلامة، وتدخل علينا كده تبقى أحسن من 2023. وكل اللي نفسه حاجة ربنا يحققها له يا رب بحق إيه، بحق جاه النبي. ندعي كلنا لبعضينا كده، والله العظيم أنا بدعي لكم بظهر الغيب إن ربنا يحقق لكم كل أملكم يا رب. أكيد كل واحد له حاجة عند ربنا بيطلبها كده بينه وبين نفسه، بس يعني هتطلبوها من ربنا بالصلاة وبالدعاء الكتير، وربنا إن شاء الله بأمر الله يحقق كل أملنا يا رب. بصوا مسكتها هنا بقى، رحت كنساه بعد ما نفضت الأنتريه تنفيضة محترمة، رحت ماسكة بقى كنستها كنسة محترمة، والله العظيم كانت مليانة بقى بذر يوستفنجي، ولقيت فيها برضو ترابة بري قلم من الأستاذ عمرو عم بيبريه. مسحي كده، بصوا خليت الدنيا زي الفل بصراحة. ده روتيني اليومي يا حبايب قلبي اللي أنا بعمله يوماتي. حطيت في الشرشوبة ديت، حطيتها بليتها كده في الجردل بحبة دوني، ماشي، او حبة كلور، اي حاجة اي حاجة تديني بس لمعة كده للسيراميك، وفي نفس الوقت تديله ايه ريحة حلوة. يعني لو ما عندكيش بحبة مية بس كده وتبلي وتلمعي. والنظافة دي اختيار، زي احنا طبعا متفقين ان النظافة ديت اختيار يا حبايب قلبي. النظافة ديت قرار، قرار مش اختيار، عفوا. النظافة ديت قرار مش اختيار، واللي واخد عن النظافة ما يستغناش عنها ابدا ابدا في بيته. بصراحة بتغير المود وبتدينا طاقة حلوة كده، وبتخلي النفسية حلوة ومرتاحة. انا والله العظيم نفسيتي بترتاح جدا جدا على النظافة. يعني انا عندي عمرو داخل خلاص على امتحانات داخل على امتحانات نص السنة، هي ايام امتحانات ربنا معاهم كلهم يا رب. وعندهم يعني داخل على امتحانات ودخل امتحانات العملي وكده. قلت لهم انا بصوا طبعا جو الامتحانات دوت بيبقى عندي كربكة،
بيبقى عندي بصراحة يعني عامل زي كأني حظر تجوال في البيت. والله العظيم ببقى كأني عاملة حظر تجوال ولا تلفزيون ولا النت لازم افتحه. يعني الراوتر لازم افتحه غصب عني. ليه؟ في دروس بياخدوها اونلاين، فلازم بيتابع طبعا الجروبات وبنتابع المنصات، وكل اللي ولاده يعني بيشغل على المنصات والجروبات واليوتيوب والكلام دوت بيبقوا عارفين. بس بصراحة احنا اكترية الاوقات يعني اكترية ولادي شغلهم الدروس منصات وبينزلوا يعني ده وده. يعني بصراحة هما الاتنين يعني بينزلوا وبيشتغلوا منصات، وربنا معاهم كلهم. فما بقدرش اطفي الواي فاي. رسالة تجيلهم كده، رسالة تجيلهم مهمة كده، فالواي فاي على طول شغال في البيت بصراحة. فلكن التلفزيون بيبقى حظر تجوال والله، ما بشغلوش خالص ايام الامتحانات دي. بصوا بدأت ان انا هنا يا حبايب قلبي ألمع كل السيراميك اللي وصل معايا لغاية هنا. يصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا دخلت بعد ما نضفت الدنيا بره ولقيت الدنيا تمام. انا بصوا بحب ابدأ من بره لجوه. يعني انا في تنظيفي بجيب من بره لجوه. نضفت بره تمام التمام، ما اضمنش حد يجيني على غفلة تبقى الدنيا بره مش يعني ايه تحت السيطرة. انا كده بحب انضف من بره لجوه. بصوا دخلت هنا، كانوا طبعا يا ماما عايزين ناكل اي حاجة. كنت حطيت بليلة، بصراحة كان عندي قمح بليلة، رحت حطاه خليته غلي لغاية ما عمل بتاع دوت لغاية خليتها غليت لغاية ما فشرت، لغاية البليلة قمح البليلة ما فشر كده و... ونفش كده وبقى ايه خلاص دخل في السوا. يعني بحب اسويها بالمية حلوة قوي قوي، يعني بسويها في المية جامد. وبعد كده بصوا حبايب قلبي فضيت اللبن، لبن بلدي عادي انا بحب اعمل باللبن، وحطيت 3 معالق كريم شانتيه. بس المقطع ده ما جاش في التليفون، الله يسامحه مفكراه بيصور اتاريه فاصل وانا مش واخده بالي. وحطيت 3 معالق كريم شانتيه، وحطيت كيس فانيليا، وحطيت حتة قشطة من وش اللبن. انا اللبن لما بغليه بيفيض عندي وش اللبن. ان شاء الله هبقى اطلعه كده معاكم ونعمله نسيحه ونعمله سمنة بلدي. تنفعنا تحولي الوش اللبن دوت القشطة لسمنة بلدي. ورحت حاطة الفانيليا على على اللبن، على الكريم شانتيه، على كيس الفانيليا، على آه اللهم صل على النبي، على السكر، وظبطتها كده تمام التمام. وبقت جميلة، كانت طعمها جميل. عايزة حابة تحطي معلقة نشا حطي. انا بصراحة مش بحط لها معلقة نشا لان هي كل ما بتقعد كل ما بتتقل وبتبقى جميلة. والكريم شانتيه اداها القوام الكريمي، جميلة بصراحة وطعمها جميل قوي قوي. والف وهنا وشفا على كل اللي شاف وكل اللي داق يا رب على قلوبكم. بصوا حاجة شتوية، أكلة شتوية جميلة. قومي اعملي لولادك دفيهم حمص الشام، اعملي بليلة، أي أكلة شتوية كده، حاجة شتوية واحنا قاعدين كده تحت البطانية بالليل وهم بيذاكروا، تحط لهم الحاجات دي بتبقى جميلة بصراحة، وحاجة شتوية وحاجة نضيفة في البيت. انت اللي عاملاها، انا بشجعك اهو عشان تقومي تعملي لولادك بليلة. يلا حبايب قلبي انت وهي قومي اعملي بليلة، قومي اعملي حمص شام، قومي طرقعي لهم فشار، اي حاجة من الاكلات الشتوية ديت اعمليها كده. بصوا هنا بقى طبعا رحت ايه غسلت البوتاجاز، كان بصراحة كان عايز يتصبن، بقالي كام يوم كسلانة عنه بصراحة. رحت قلت له لا تعالى بقى لا تقعد اكتر من كده. لما بغيب على حاجة بتضايق نفسيا، والله العظيم بتضايق نفسيا. مسكته صبنته من بره ومن جوه تصبينة محترمة، والله العظيم تصبينة محترمة. بصوا خليته مراية، وصبنت الحوامل وكل حاجة فيه، ومشيت ايدي في الفرن من جوه وخليته كده مراية اللي وصل لغاية البوتاجاز. تنسونيش في لايك يا حبايب قلبي وكومنت حلو من ايديكم. عايزاكم تكتبوا لي كومنتات كده حلوة كتيرة ايه بتديني طاقة كده حلوة بصراحة وبتفرحني جدا. بفرح جدا جدا بالكومنتات بتاعتكم. اثبتي لي وجودك كده بالتعليق الجميل بتاعك،
وشيري الفيديو لاصحابك وحبايبك عشان القناة تكبر بيكوا وليكوا حبايب قلبي. واللايك اوعوا تنسوني في اللايك، اللي وصل معايا لغاية السجادة الحمرا دي كده وكنسها حطولي اللايك، اوعي تنسي اللايك يا حبايب قلبي، والاشتراك لو انت اول مرة تشوفيني. تنوريني ويسعدني وجودك عندي في القناة. تحطي لي كده اشتراك وتفعلي زر الكل عشان يوصلك مني كل جديد، وان شاء الله قناة هبة هتعجبك وهدخل قلبك على طول ان شاء الله بأمر الله. عايزاكي بس كده تشهيصوني كده بتعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني قوي 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 وبتسعدني. متنسونيش في اللايك والاشتراك لو انتي اول مرة. في ناس بتشوفني من ورا الشاشة مش عارفة ليه مش مشتركين، اشتركوا بقى يلا. السلام عليكم.